من فترة عملت فيديو في الإكسل هو إن أنا إزاي أقدر أعمل زرار أول ما أدوس عليه يبدأ يخفي لي الأعمدة الفاضية، حد طبعًا بعت لي سؤال وقال لي ينفع أعمل زرارين بحيث إن أنا أدوس على الزرار الأولاني يخفي لي الأعمدة والزرار التاني يبدأ يظهرها، ينفع يعمل الموضوع ده في الإكسل؟ طبعًا ينفع، تعالوا بينا نشوف إزاي نعمله. في الفيديو اللي فات إحنا عملنا زرار زي ده كده بحيث إن أنت تضغط عليه ضغطة بالشكل ده يبدأ يخفي لك الأعمدة الفاضية، وطبعًا عشان نظهرها كنا بنحدد الجدول بتاعنا كده نضغط كليك يمين على أي عمود نقول له unhide. في الفيديو بقى هنشرح إزاي إن إحنا نعمل زرار تاني جنبه بحيث إن أنت تضغط عليه يظهر لك الأعمدة، تضغط على اللي فوق يخفي لك الأعمدة. أول حاجة هتعملها إن أنت هتيجي عند developer وبعد كده visual basic وهتبدأ تحط الكود اللي هاسيبه لك برضه أسفل الفيديو تحت الكود الأولاني بالشكل اللي أنت شايفه ده. الغي بقى الموضوع ده كله وتعالَ عند developer مرة تانية اختار منها insert وابدأ اختار نفس الزرار اللي إحنا اخترناه المرة اللي فاتت. بعد كده اعمل زرار جنبيه كده أو في أي مكان أنت عايزه، تعالَ كده اختار تاني واحدة اللي هي unhide فوق طبعًا اللي هي الhide تحت هنختار الunhide قُل له أوكي، تعالَ بقى اضغط على الزرار عشان نخفي الأعمدة، هيبدأ يخفيها لك، لو ضغطت على الزرار اللي تحت هيبدأ يظهرها لك مرة تانية.